الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فختم سورة الإسراء بالحمد، وبدأ سورة الكهف بالحمد. والحمد لله دائما هي الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الكلمات: سبحان الله والحمد لله. سبحان الله بدأت بها الإسراء، والحمد لله بدأت بها سورة الكهف. سبحان الله تنزيه لذاته عن أن يكون له شبيه، لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الصفات. والحمد لله فذلك تكبرة للذات، وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقالنا الحمد لله. فسبحان الله تنزيه، والحمد لله شكر على العطاء. والحمد لله هذه استهل بها في القرآن 5 سور. الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الثالثة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الرابعة الحمد لله الذي له ملك السماوات، ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. 5 سور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد، ولكن لكل حمد في كل سورة حيثية. أما الحمد في السورة الأولى فلأن الله رب العالمين، ورب يعني خالق ومتولي التربية، خلق من عدم وأمد من عد وتولى تربية عباده، فهو رب للعالمين. لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذي خلق العالمين وأمدهم بفضله. وبعد ذلك نعمة أخرى يحمد عليها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. آيات من آيات الله ونعمة من نعمه، لأن السماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بما يقيتهم ويستبقي نوعه. وخلق والظلمات والنور نعمة وفيها تقابل، علشان ما نفهمش أن الأشياء المتقابلة متضادة، ولكنها متكاملة. فكما أن للظلمة مهمة كذلك للنور مهمة. النور فيه الحركة وفيه السعي، والظلمة فيها السكون والراحة، ولا يمكن لساع أن يجد في عمل إلا إذا ارتاح وسكن. إذن ففيها تقابل، والتقابل يفسره بعض الناس على أنه تضاد، ولكنه لا تضاد فيه، بل هو تقابل تكامل. عالم بظلمة لا ينفع، عالم بنور وحده لا ينفع. إذن فلا بد من اجتماع الظلمة والنور. وبعد ذلك يقول الحق: ذلك هي الأمور المادية. أربيتكم بس تربية مادية في رب العالمين؟ لا، أنا ربيتكم تربية مستوعبة. هذه التربية شملت أبدانكم مادية وشملت قيمكم، فإذا لا بد أن يوجد شيء. وخلق الظلمات والنور برضو أيضا للماديات، ولكنه جاء في هذه السورة ليذكر الحيثية الحقيقية لخلق الإنسان، فهو خلقه لا لمادته فقط، ولكن لرسالة مهمة: أن يعرف القيم، وأن يعرف الرب، وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب هو الذي يجمع كل القيم. إذن فذلك الحمد حيثيته هنا أنه أنزل الكتاب. وقلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج التي تصلح هذه الحياة في حركتها. وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بقى علم القرآن جاءت قبل الخلق، إذن وضع المنهج للإنسان قبل أن يخلق الإنسان. هذا الوضع للمنهج، ولذلك نحن نعامل أنفسنا على هذا. الذي يخترع أي آلة قبل أن يخترعها يعلم مهمتها،
ويحدد مهمتها ويحدد قانون صيانتها. فالحق يقول قبل أن أخلقك علمت الكتاب. إذن فالكتاب هو المهمة الأساسية الذي يجب أن تكون موطنا نفسك على أنها هي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن إنزال الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هي حيثية هذا الحمد.